في بعض الاحيان الانسان كيكون بخير ما عليه ما به، ولكن الشيطان ديال راسو كيحاول ما امكن انه يخليه يفكر في شي حوايج اللي ما كاينينش كاع نهائيا في الادمغه ديال الناس، وكيرتكب بعض الحماقات اللي ما كايناش وما كتصورش فعلا هادشي اللي غادي يدير هذا الشخص هذا. فمن بعد ما تزوج بواحد البنت يعني وشاف اختها وعجباتو، فغادي يفكر بانه يصفيها المراه ديالو وتزوج بالاخت ديالها. فعلا داكشي اللي كان، وصفاها لمرته وتزوج بالاخت ديالها، ولكن اللي ما كانتش عارفه الاخت ديالها انها غادي تتزوج بالراجل اللي قاتل اختها، وغادي تبقى تبات معاها في الدار فين مدفونه الاخت ديالها. قصه شيقه، جريمه مرعبه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما عليكم غير تدعمونا بسبسكرايب، تبارطاجيو لا فيديو، وتحاولوا ما امكن تدعمونا بشي كومونتير اللي يكون زوين. القصه ديالنا غادي تبدا في يوم الخطوبه ديال سعيد اللي جاي يخطب البنت اللي كان موعدها باش انه يخطبها ويتزوج فيها. ففعلا جا يخطبها، ولكن الحاجه اللي غادي يكتشف سعيد في وسط الخطوبه انه شاف بان ديك البنت عندها اخت ديالها اللي هي مريم. بالنسبه له الشوفه الاولى اللي شاف مريم يعني عجباتو، كانت زوينه ومهليه في راسها وانيقه احسن من البنت اللي غادي يخطبها. ما عليناش، دازت الخطوبه بخير وموراها جا الزواج. فهنايا سعيد كان غادي يدي مرتو لمدينه اخرى فين انهم غادي يستقروا، بحكم انه هو العمل ديالو كان ديما كيدي بلاصه في مدن اخرى، يعني ما كانش كيستقر في مدينه وحده. فداك الشيء اللي كان، ومشى هو والمراه ديالو لواحد المدينه اخرى واستقروا، وكان واخا في ديك المدينه يعني كان كيخرج 3 ايام 4 ايام لمدن اخرى كيخدم، عاد كيرجع للدار. فداك الشيء اللي داروا في ديك المده اللي كان كيسافر، يعني مريم كانت كتمشي عند الاخت ديالها كتجلس معها وكتونسها. مريم اللي ديجا عجبات سعيد. ما عليناش. ففي واحد النهار يعني سعيد كان راجع من الديبلاسمون ديالو للدار، وجا للدار ديريكت تلقى مريم الاخت ديال الزوجه ديالو بوحدها في الدار، وما لقاش الزوجه ديالو. فسولها قالت له راه مشات للسويقه تقضى وانا عيانه ما مشيتش معاها. فهنا يعني بدا كيسولها لاباس بخير، موالين الدار، الوالده الوالد الى ما غير ذلك. وهنايا اقتحم الفرصه وسولها، قال لها واش ما كتفكريش تزوجي، انت ساليتي دابا قرايتك واي واحد يبغي يتزوج بك وهذه الى اخره. فقالت له يعني غير مازال ما جاتش الفرصه المناسبه، ومنين غادي تجيني هذه الفرصه فاكيد ما غاديش نضيعها. فهنايا سعيد فين قال يعني ممكن ان مريم تضيع مني الا ما استغليتش الفرصه، واخا انا مزوج بختها ولكن مريم بالنسبه لي احسن. فبما انه ما يمكنش نتزوج بجوج خواتات، فاكيد خصني نضحي بشي وحده فيهم. واكيد انكم عرفتوا شكون باش باغي يضحي هو بالزوجه ديالو. هنا فين غادي تجي المخيله ديالو ديك الفكره ديال انه يصفيها لمرته ويتزوج بالاخت ديالها. هنا سعيد غادي يبدا يفكر ويبدا يبلاني ويبدا يخطط غير بوحدو كيفاش غادي يرتكب ديك الجريمه بلا ضجيج بلا صداع بلا ما يسيقوا الجيران الخبر بلا حتى شي حاجه، بما انه ساكن في حي شعبي فاي غلط غادي يسمعوه الناس وغادي يعيقوا به والبوليس غادي يحضروا. فسعيد فكر مزيان وقال غادي نجيب شي فانيد نعسها وموراها غادي نقضي الغرض بطريقه سريه اللي ما يحس بها حتى شي واحد. فعلا داكشي اللي دار، جاب الفانيد نعس الزوجه ديالو ومشى جاب واحد البرودوي اللي كيذوب كلشي من غير العظام. داكشي اللي دار وذوبها كامله بقاو غير العظام، ومشى لبيت الناس فين كانوا كينعسوا وحيد دوك الحوايج كاملين وحيد الزليج وبقى كيحفر ودفنها تمايا، وعاود رد داكشي كيف ما كاين ومشى عيط للزليجي وعاود له داك البيت كامل بالزليج، وقاد داكشي بحال الا ما كاينه حتى شي حاجه نهائيا. هنا فين غادي تجي المرحله الثانيه، كيفاش يدير انه يصون على موالين دارها ويقنعهم بان الزوجه ديالو مات وراه قضى الغرض ومشى دفنها في الروضه وهادي، وغيبقى يعني يتمسكن عليهم ويقنعهم بشي طريقه اللي ما يحسوا بحتى شي حاجه نهائيا. سعيد من بعد ما درس الخطه ديالو مزيان وعرف شنو يدير، هز التليفون وصون على بوين البنت وبقى كيتنخص عليه وكيبكي في التليفون، وقال له راه ودي راه البنت ديالك راه مات، انا لله وانا اليه راجعون. راه دخلت للدوش وسدات عليها والريحه الكاس خنقاتها وتوفات. وانا غادي يستغل الدين يعني وسيله باش انه يقنع الاب ديالها، وقال له ودي راه اكرام الميت دفنوه، داكشي اللي درت ومشيت دفنتها وخديت الغرض. فدابا غادي تجيو لهنايا باش يعني تكون جنازه هنايا ومن بعد نمشيو للدار نديرو جنازه. فبوين البنت يعني بقوه هذيك الصدمه اللي جاتو الاب البنت ديالو مات وهذه، فما فكرش في هذه التفاصيل الصغيره ديال كيفاش زرب ودفن البنت وهذه الى اخره. فتخلطوا عليه المشاعر وقالها لمرته وقالها لبنته وهذه الى اخره. فداك الشيء اللي كان ودازت الجنازه بسلام بلا ما يشكوا في حتى شي حاجه كاع نهائيا، لان الصدمه ديال الموت ما تخليكش تبقى تفكر في شي حوايج اخرى.
3 ايام وبقات بيناتهم علاقه تواصل، علاقه صله الرحم، يعني كيسولوا في بعضياتهم على قبل المرحومه وعلى قبل داكشي اللي كانوا مشاركين، والعلاقه اللي كانت بيناتهم زوينه. فحتى الزوج يعني كان مره كيصيفط بعض البركه للاباء ديال المرحومه غير باش انه يتفكرهم زعما راه باقا بيناتنا علاقه قويه، ولكن هو يعني كان هادشي كامل كان دايرو غير خطه باش انه يدوز للاخت ديال المرحومه ديالو اللي هي مريم. فعلا داكشي اللي كان واحد النهار غادي يمشي يزورهم للدار ومن بعد حديث طويل مع الاب ديالها، قال له عمي الحاج راني فكرت مزيان ولقيت بان الشخص المناسب اللي يقدر يعوضني على المرحومه اللي توفات هي الاخت ديالها مريم. قال له الا قبلتي راني دابا طالب راغب في يد بنتك انني نتزوج بها على سنه الله ورسوله. فيعني هنايا باه ما فهمت حتى شي حاجه. قال له هل يجوز دينيا او لا، خص يعطيني شويه ديال الوقت نفكر ونسول هذه الى اخره. فقال له يعني راه يجوز بما ان الزوجه ديالي الاولى توفات واخا اختها، فمن حقي يعني وحلال انني نعاود نتزوج الاخت ديالها. وداكشي اللي كان عطاه وقته، من بعد اتصل به وقال له راني قابل، دابا بقى لنا شرط واحد هو ان البنت تقبل. فمن بعد ما تشاور معها باها وفكرات، شافت راسها بان حتى هي يعني قريبه توصل الثلاثينات ومازال ما تزوجت، فقالت نتوكل على الله. يعني هذا الشخص كنعرفوه وكان الزوج ديال المرحومه الاخت ديالي، يعني هو اولى. داكشي اللي كان هو يعني تزوج بها وغادي يديها للدار فين كانت ساكنه المرحومه اختها. وهنا غادي يبداو المشاكل اللي غادي يكشفوا كيفاش انه ارتكب الجريمه على الاخت ديالها. الليله الاولى ديالها اللي غادي تبات في الدار فين مدفونه الاخت ديالها، غادي تحلم واحد الحلمه اللي خايبه بزاف، اللي ما غادي تفهم فيها حتى شي حاجه. حلمت بان الاخت ديالها وقفت عليها في المنام وقالت لها نوضي راكي ناعسه فوق القبر ديالي. الصباح ما فهمت حتى شي حاجه، ويلي شنو هذا الشيء، وقيلا غير حيت الدار فين مات اختي، يعني داك الشيء اللي اثر عليا وبقيت كنحلم هذا الشيء هذا. الليله الثانيه كذلك، الليله الثالثه كذلك، الليله الرابعه كذلك. نهار الخامس يعني الصباح قالت للزوج ديالها شنو كيطرى عليها، شنو كيطرى في الحلم وشنو كنحلم. فانا غادي نضربوا الضوء سعيد وغادي يقول لها وقيلا غير حيت اختك مازال عاد كي ماتوا هذه، يعني اثر عليك داك الشيء وهو الداخل ديالو ما عالم به غير الله. وهنا يعني حتى مريم تفهمت وقالت وقيلا مازال الموت جديد وحتى هو مازال ما اثر عليه، فبلا ما نبقى نجبد معاه هذا الموضوع هذا. فهنا سعيد فكر وقال لها انت دوك الايام اللي غادي نخرج انا نديبلاصا فيهم، دوك 4 ايام ودوك 5 ايام اللي غادي نكون نديبلاصي خدام، انت سيري لداركم ارتاحي فيها حتى نكون انا جاي وغادي نصوني عليك واجي نتلاقاو هنا في الدار نجلس نونسك باش ما تبقايش تحلمي داك الشيء وما يبقاش ياثر عليك. ففعلا داك الشيء اللي كان ومشات لدارهم. والمفاجاه هو ان الليله الاولى اللي غادي تبات في دارهم ما غاديش تحلم حتى شي حاجه كاع نهائيا، غادي تنعس بخير مرتاحه ما كاين حتى شي حاجه كاع نهائيا. وهنا غادي تتفاجئ، غتقول ويلي كيفاش انني كنحلم في ديك الدار بان اختي كتوقف عليا وكتقول لي راكي ناعسه في قبري وانا ما كاين حتى شي حاجه. الليله الثانيه الثالثه الرابعه ما بقى حتى شي حاجه كاع نهائيا. يعني هنايا بقات كتفكر وكتقول وقيلا كاينه شي حاجه تما، ولكن بالفعل يعني ما شكاتش بان الاخت ديالها راه مات مقتوله هذه الى اخره. قالت وقيلا غير حيت ديك الدار كانت ساكنه فيها اختي يعني كيوقع عليها هذا الشيء. فهنا الزوج ديالها يعني كان غادي يرجع للدار وصونا عليها وقال لها العشيه اجي للدار راني غادي نكون. فعلا داك الشيء اللي كان وجات العشيه وتلاقاو في الدار عاوتاني نفس المشكل. ديك الليله فين غادي تنعس يعني عاوتاني نعسات بالليل وغادي تحلم نفس الحلم. كتوقف عليها الاخت ديالها كتقول لها فلانه راكي ناعسه فوق القبر ديالي. ولات كتعاني ما بقاش كتبغي تنعس غير باش ما تطيحش في داك الكابوس وما تبقاش كتحلم بالاخت ديالها. كتوقف عليها في المنام وكتقول لها راكي ناعسه فوق القبر ديالي. وفي المره المقبله اللي كانت غادي تمشي ترتاح عند والديها والزوج ديالها كان مسافر مديبلاصي للعمل، يعني هنايا غادي تشد باها وغادي تصارحو وغادي تقول له اشنو كيوقع لي اشنو كيوقع لي اشنو كيوقع لي. فباها غادي يتفاجئ، وهنايا فين غادي يرجع له الذاكره ديال داكشي ديال كيفاش صنع عليها الزوج ديال البنت ديالو وقال له راه مات ودفنها بديك الطريقه. يعني وهمهم بان راه دفنها في واحد القبر معين وراهم داك القبر. يعني هادشي هذا ما دخلوش للراس، ولكن حيت كان ديجا مبرزط بالوفاه ديال البنت ديالو بديك السرعه فتخلطوا عليه، يعني ما كانش قادر انه يركز على هاد الاشياء هادو. فهنا يبقى كيفكر يعني ما داكشي ما دخلوش وما تصرتلوش كاع نهائيا وما فهم حتى شي حاجه. فقال غادي نمشي عند شي فقيه، شي واحد اللي يكون عارف في هاد الشيء هذا ونستشر معاه ونسولو ونحط له كلشي فوق الطبله وهو يقدر يعاونني. فعلا مشى عند واحد الفقيه هو عاود له كلشي وقال له شنو كاين من الاول حتى الاخر. فحتى داك الفقيه قال له هدا عليا هنايا كاينه شي حاجه حتى شي واحد فينا ما عارفها، خصنا ضروري يعني نتشاوروا مع الامن يعني ونديروا داك الشيء قانونيا.
داكشي اللي كانوا غادي يتسناو الزوج حتى يجي داك الديبلاسمون يخرج المدينه باش يبداو التحريات ديالهم على خاطرهم ويمشيو للقبر ويشوفوا شنو كاين فيه ويكتشفوا شنو كاين بعينيهم ويتاكدوا فعلا داكشي اللي كاين. فمن بعد ما جا الديبلاسمون وخرج الزوج على المدينه هنايا الشرطه غادي تبدا في التنسيق والتحريات ديالها وغادي يمشيو لعين المكان القبر اللي كيقول لهم بانه دافن فيه البنت ديالهم. غادي يمشيو للقبر غادي يحيدوا ديك الرمله وغادي يحيدوا داك الحجر ما غادي يلقاو حتى شي حاجه كاع نهائيا غير التراب والحجر. فهنايا الاب غادي يسخف وغادي يغيب في خطره غادي يشدو وغادي يقول له غير شد في راسك مازال ما عرفناش شنو كيتسنانا هذا غير اللغز الاول. فغادي يتسناو يعني الزوج حتى يدخل وغادي يعتقلوه بتهمات او انه كذب عليهم في القبر بانه مدفونه البنت ديالهم هنايا وغادي يبداو معاه تحقيقات باش يعرفوا شنو السر الكبير اللي مخبي. غادي يتجهوا ديريكت للمنزل باش انهم يديروا التحريات ديالهم. وفي نظركم فين غادي يمشيو من غير ديك البيت فين كانت كتبات يعني مريم وكتحلم بالاخت ديالها انها كتوقف عليها في المنام. الحاجه اللي ما قلتهاش لكم اكسترا ما بغيتش نقولها لكم في البدايه ديال الفيديو ان مريم يعني غير في ديك البيت اللي كانت كتحلم دوك الاحلام يعني الا بات غير في الصالون ولا في شي بلاصه اخرى كانت كتبات عادي يعني شي حاجه كاينه غير في ديك البيت. فالشرطه يعني من بعد ما حيدوا الفراش وهذه شافوا بان داك الزليج اللي كاين في البيت جديد واخا يعني خوز الزليج الاخر ولكن الخدمه ديالو مازال جديده يعني شي حاجه كاينه تما. بداو الخدمه ديالهم وحيدوا داك الزليج وبداو كيقلبوا ففعلا غادي يلقاو العظومه ديال البنت ديالهم اللي مدفونه تما. ففعلا يعني مريم كانت كتحلم بان اختها يعني كتوقف عليها في المنام وكتقول لها راكي ناعسه فوق القبر ديالي يعني ما كانتش غير حلمه بل كانت حقيقه لان مريم فعلا كانت كتبات فوق القبر ديال الاخت ديالها. فمن بعد ما خرجوا التحاليل يعني تاكدوا بان فعلا الاخت ديال مريم هي اللي كانت مدفونه تمايا. ففي نظركم يعني كيفاش غادي تكون النفسيه ديال مريم وديال الاب ديالها من بعد يعني ما تزوجات بواحد الزوج اللي قتل يعني الاخت ديالها وكانت كتنعس في البيت فين مدفونه الاخت ديالها. والمفاجاه الاكبر هي ان مريم كانت حامله تمايا. فكيفاش يعني غادي تزاد داك الولد وغادي يعيش وغادي تقول له بان الاب ديالك راه هو اللي قتل خالتك وهو اللي يعني تزوج بيا وكيفاش القصه كامله كيفاش غادي تتقبل هذاك الولد وكيفاش غادي يعيش. صراحه قصه اللي شيقه وقصه اللي خطيره وجريمه اللي صراحه بحال هاد الجرائم هادو خص يكون عليهم المؤبد باش الانسان يعني يحاول ما امكن انه يفكر بزاف باش عادي يدير شي حاجه بحال هكا. كانت هذه هي القصه ديال اليوم نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. تحياتي لكم السلام عليكم.